شغله وصارت وما لها محرزه يا مرت عمي. ايه لا محرزة ونص. بس يا مرت شوف يا صهري، قصة انه اخوكي بهدل بنتي انا ما بريدها منوب. هالمرة ماشي الحال، بس المرة الثانية ما رح خليها ترجع معك ويكون بعلمك. شغله وصارت يا مرت عمي، وهي كمان لازم تحسب حساب اخي، وهو كمان لازم يحسب حساب مرت اخوه، والمفروض انه ياخذ طريق ويتأكد من حريم البيت. شوف صهري، نحن ما بدنا نوجع لك راسك كل ساعة والتانية على خدني اجيتك خدني اجيتك. انا ما بسمح لحدا يحكي مع بنتي غيرك انت طبعا، لانك انت بتمون. وانا ما عاد خلي بني ادم يحكي معك كلمه. شايفة يا لطفية؟ ما قلت لك انه عصام رجال وما عاد يخلي اخوي يحكي معك مرة تانية؟ الله يخلي لي اياك يا حق. يلا بخاطرك مرت عمي. مع السلامة صهري. بخاطرك يا عمو. لا تطولي علي لطفية. لا يا خلص. وانت ليش زعلان؟ يعني ضروري كل شيء يصير بالبيت يصل لامك؟ ايه انا ما حكيت لها شيء، هي شافتني زعلانه قامت سالتني ليش زعلانه، قمت قلت لها شو صار يعني. يا بس مين حلوه تنقلي اسرار البيت اللي ساكنه فيه للناس؟ ايه بس هي مو اسرار ابن عمي، بعدين انا ما عم بحكي لحدا غريب، هي امي. تاني مره لا تحكي لها شيء مشان ما تزعل انا وياكي. ها إيه ان شاء الله ما بصير شيء. لانه مين حلوه امك تعرف كل شيء لطفيه. حاضر ابن عمي، انا ما عاد احكي لها شيء وما بقى افتح تمي، وانت قد ما فيك خليك مع اهلك.